لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا رب ارزقنا الحجاز العام يا رب. اللهم اغفر لكل من سألني السؤال، يا رب اغفر لكل من سألني الدعاء يا رب. يسر أمره، يبقى كربه، واقضي حاجته. اللهم كل من سألني الدعاء يا رب العالمين أن تغفر له وترحمه، وأن ترزقه من واسع فضلك، وأن ترزقه زيارة بيتك الكريم يا أرحم الراحمين يا الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يا رمضان كل سنة وأنت طيب، ربنا يتقبل عمره يا رب. دي الوجبة بتاعت رمضان يا جماعة، وجبة الإفطارات. تحكي ورينا الفتاة بتاعتها، أجواء حلوة كده، برج الساعة مع أجواء المعتمرين والمصلين. بسم الله ما شاء الله. بلح مية، المية والزبادي ماشي. صوما مقبولا ونفطرا إن شاء الله. السلام عليكم حبيبي. قاعدين في انتظار الإفطار، يا رب تقبل منا. اعتمرنا وحلقنا وخلصنا وهنفطر إن شاء الله بإذن الله، ويا رب ييسر الأمر كده يا رب إن شاء الله بإذن الله. بكرة إن شاء الله هنصلي الجمعة هنا في مكة المكرمة في الحرم، وهنطلع الحرم المدني إن شاء الله على المدينة إن شاء الله بإذن الله. والله العظيم الواحد عايش في روحانيات عظيمة، دقائق وساعات يعني من أجمل الواحد عاشها في حياته. والله قسما بالله الواحد حاسس بسعادة كبيرة جدا، سعادة وانبساط وطمأنينة وهدوء وسكينة. اللهم لك الحمد لك الشكر يا رب، اللهم لك الحمد لك الشكر يا رب. اللهم لك الحمد لك الشكر على اللحظات الجميلة يا رب. يا رب تقبل منا يا رب، يا رب اقضي هم كل مهموم يا رب. يا رب كل من سألنا دعاء يا رب استجيب لي يا رب. يا رب يجعل دعواتنا ليك ولكل اللي دعينا لهم يا رب متقبلة إن شاء الله. وليش يا رب ان شاء الله هم ليش يا رب ان شاء الله باذن الله. كلنا طالعين على الحرم اداء صلاه الجمعه، ماشيين قبلها بساعتين ثلاثه كده. يا رب نلاقي لنا مكان بقى النهارده ان شاء الله، بس هنلاقي ان شاء الله باذن الله مكان. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله على بيت الحرم معتمرين. نزلنا القبوه تحت، هذا تحت صح؟ ايه كله تحت يا مدير. هذا تقبل الله. الحمد لله حثنا على التنافس ابتداء واستباقا شريفا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،
لزيما أليفا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعث الناس لفيفا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله قولا وفعالا، اتقوه خضوعا وامتثالا. معاشر المؤمنين، وإنما شرع الصيام لمقاصد عظمى وأحكام جلة يتسنمها حفظ الدين وتحقيق التقوى التي هي الغاية القصوى والهدف الأسمى من فرض الصيام، وكذا المحافظة على العبادات وتلاوة القرآن والذكر والدعاء والاعتكاف، كما تتجلى مقاصده في حفظ النفس وحبسها عن الغرائز والشهوات وانبعاثها في الطاعات والقربات، وفي حفظ العقل وكبح جناحه بتضييق مجال الشيطان وكسر ثورته وإزالة الهواجس والأوهام، وفي حفظ العرض بالكف عن الغيبة والنميمة والبهتان. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي حفظ المال بالبذل والإنفاق وعدم الإسراف والتبذير والإحسان إلى الفقراء والمساكين والمنكوبين وتعزيز دور القطاع غير الربحي، لا سيما في الأوقاف والوصايا، بمنهج موثوق محوكم مؤسسي مستدام، وإخراج زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم فهي طهرة ونماء وتزكية. إن الصيام مواساة وإحسان، قضى بذلك قرآن وبرهان. نعم الصيام مع المعروف تبذله، وليس فيه مع الحرمان حرمان. فما أحوج الأمة الإسلامية إلى الاستفادة من شهر الصيام، شهر الإلهام والأثر المستدام. ومن مقاصد الصيام وجعلهما مصدر إلهام لتحقيق الأثر المستدام في سائر أيام العام، لا سيما وقد مضى ثلثه الأول والله المستعان. فتداركوا ما بقي منه بالأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار لعلكم تحظون بالقبول والعتق من النار بمن الله وكرمه. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله سرا وجهرا على خير الورى طرا وأفضلهم شرفا وقدرا، نبينا محمد بن عبد الله، كما أمركم بذلك المولى الكريم العليم. فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الإله على الحبيب بفضله وحباه قدرا في الأنام عظيما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن سار على نهجهم مقتدى يا خير من تجاوز وعفا وعنا معهم بأمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. آمين يا رب. آمين يا رب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين يا رب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين يا رب. واحمي حوزة الدين. آمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء. آمين. وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب. اللهم آمنا في أوطاننا. آمين يا رب. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا أمورنا. آمين يا رب. آمين بالحق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. آمين يا رب. خادم الحرمين الشريفين. آمين يا رب. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام
الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير والرشاد للعباد والبلاد. ووفق يا رب جميع ولاة المسلمين واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا وكل المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم في فلسطين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم أعنا على إتمام صيام رمضان آمين يا رب. آمين يا رب. ووفقنا فيه للخيرات والبركات. آمين يا رب. وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين يا رب. اللهم اجعله لنا منطلقا من أعمال الصالحات. آمين يا رب. 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 وأصلح لنا فيه النيات. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. يا مجيب الدعوات. آمين يا رب. اللهم سلمنا لرمضان. آمين يا رب. آمين يا رب. سلمه منا متقبلا. آمين يا رب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين يا رب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين يا رب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين يا رب. واجعلنا آمين من يا رب. عتقائك من النار. آمين يا رب. ووالدينا ووالديهم والمسلمين آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين يا رب. وفي الآخرة آمين يا رب. حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله خرجنا من صلاة الجمعة، ومن أجمل ما قال السديس النهاردة في الخطبة الأولى إن حث الأمة وحث الآلة الإعلامية على خدمة الدين، وحث الشباب على صناعة المحتوى الهادف، صناعة المحتوى الهادف اللي يخدم الأمة ويخدم الدين ويخدم الإسلام والمسلمين. يا رب يجعل ما بنقدمه لكم في ميزان حسناتنا يا رب، وينفعنا وينفعكم به في الدنيا والآخرة. طبعا المشهد مشهد عملاق، والناس هنا يعني كتير كتير كتير، يعني الحرم السنة دي تقريبا كده يوميا في 4 مليون 4 مليون قدرة استيعابية للحرم في رمضان، لأداء العمرة الصلاة في مسجد الحرم المكي. يا رب يتقبل منا ومنكم يا رب، ومكملين مع بعضنا ان شاء الله باذن الله. هنطلع بقى نجهز الشنط بتاعتنا ونتوكل الله على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمتعة الشنط الحمد لله كده ايه، تمت النعمة في مكة. السواق بتاعنا هو بصوا قاعد عمال يسير في الناس، اصبروا شوية على الناس. خلاص يا عم السواق بيستعجل، نطلع بقى نتوكل على الله كده، نجهز شنطنا نجهز حالنا ومحتلنا بيس، نتوكل على الله على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم، كيف الحال يا مدير؟ حالك كويس؟ تقبل الله. أصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طبعا دلوقتي من امبارح في المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا جالي المهندس الشرقاوي بن عمتي هندسة. حبيبي ابو عبد الله يحفظك. اخبارك يا دكتور محمد؟ الله يحفظك، ربنا يعزك. طبعا لا اخفيكم سرا الدكتور محمد الشرقاوي، الله يحفظك. اولا في القرابة، درجة القرابة من عمتي من الدرجة الأولى. ثانيا يعني صديق طفولة، ولا اخفيكم سرا بقى المواقف والمقالب اللي كان بيعملها فينا. وانا حلم ستير. فهو عايز يكفر عن ذنوبه ويكفر عن خطاياه السابقه. ربنا يعافينا جميعا ان شاء الله. كان بيعملها معانا وطلعنا على اساس ان انت كنت من المبشرين بالجنه يعني. فان شاء الله باذن الله كده هياخدنا بقى في رحله ان شاء الله دينيه، رحله ترفيهيه في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب ننجلها ايه معاكم في الوقت ده. عرفنا هندسه ان شاء الله النهارده.
ان شاء الله نروح باذن الله مسجد القبلتين، وبعد منه على مسجد قباء باذن الله، وبعد منه باذن الله تعالى على مسجد الخندق، وبعد كده على شهداء احد، وبعد كده على الحرم النبوي باذن الله. على مسجد رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله باذن الله نحاول ننقل لكم شويه لقطات كده من الاماكن اللي الدكتور محمد قال عليهم، واسال الله لنا التيسير والسداد. ربنا يا رب يتقبل منا يا رب. اللهم امين. اللهم وصلنا الحمد لله مسجد القبلتين اهوت امامنا اهو. المواقع متخضره ما شاء الله، ربنا يخضر يا رب. مسجد امامنا نخش نصلي فيه ركعتين، نطلع منه ان شاء الله باذن الله نروح على موقع تاني. طبعا الباب دوت في مكان القبله القديمه اللي اتحولت للقبله كده في اتجاه بيت المقدس. اتجاه ايه؟ اتجاه بيت المقدس. اتحولت للقبله لاتجاه ايه؟ بيت الله الحرام، وادي القبله الثانيه. القبله الثانيه طبعا دول زوار المسجد وجايين يصلوا ركعتين فيه. تمام يا جماعه. دي القبله القديمه ثاني، وهذه القبله اللي ايه؟ اللي اتحولت لها الجديده في بيت الله الحرام. صلي ركعتين. القبله ورايا هي القديمه، وهذه القبله الجديده. اصلي ركعتين وتوكل على الله، نروح مزارتنا ان شاء الله باذن الله. برضه هنصور لكم باذن الله، تابعوا معايا. الظاهر قدام حضراتكم دوت في الفيديو دوت في مسجد قباء. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاه في مسجد قباء، ركعتين في مسجد قباء تعادل عمره تامه تامه تامه. دي من عظيم الاجر في الاسلام. وللعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني متعود على انه يزور اهل قباء يوم السبت. كل يوم سبت كان النبي صلى الله عليه وسلم بيزور فيها اهل قباء يعني. فان شاء الله ده من باب احياء السنه، سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ان النهارده السبت وان احنا جايين قباء يوم السبت يعني باذن الله اقتداء باثر النبي صلى الله عليه وسلم. والله ديت من عظيم اقدار ربنا علينا، من عظيم اقدار ربنا علينا ان احنا نحيي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، او ان احنا نوافقها، يعني نوافقها في نفس اليوم. فاسال الله العظيم ان يتقبل منا يا رب، ويعفو عنا وعنكم، اللهم امين. اللهم امين يا رب. بصوا يا شباب اللي هناك ده كده مسجد الجمعه، اول مسجد صلى فيه الجمعه، صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه. طبعا يعني تقريبا بيبعد عن مسجد قباء تقريبا 500 متر. اول مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الجمعه اللي قصدنا هناك ده. يا حاج مسجد الجمعه اللي هناك ده. اول مسجد مش هذا، ده اول مسجد بني، لكن ده اول صلاه جمعه صليت صلاه المسجد. بالدوار مسكين عربيات يا ولد فل ها؟ فل ما عريس لا قريس الله دكتور. بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. تعال يا شيخ لحظة برا ها نخش يا جماعة نصلي ركعتين في مسجد قباء، ركعتين تحت المسجد إن شاء الله بإذن الله. بعد كده ننتقل على موقع تاني. ضيوف الرحمن.
دوت الخندق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي بناه، ودي الجبل اهو الخندق حواليه تمام، ولفوا كده على هيئة قوس. وكانت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هنا. النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بإيده في المكان ده، النبي اشتغل في إيده في الخندق دوت دعوة للعمل، دعوة الشباب للعمل والكفاح. تمام يا جماعة. احتمى النبي صلى الله عليه وسلم هنا من الأحزاب، من الكفرة والمشركين. تحزب الأحزاب حوالين النبي صلى الله عليه وسلم الحرب، فالنبي احتمى في الخندق هنا. تمام يا جماعة. وربنا هزم الأحزاب. أسأل الله لنا ولكم السلامة. طبعا يا جماعة هنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا الأحزاب محاصرينه هنا في منطقة الخندق، المسجد اللي هناك دي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. في هنا مجموعة من المساجد، المسجد ده اللي كان قاعد فيه أو المكان اللي كان قاعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والمسجد ده التاني دهوت اللي ظهر في الكاميرا ده مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. المسجد اللي هناك في أعلى القمة اللي هناك ده اهو، ايوه الكاميرا جابته دي في الاخر ده اللي في العالي الاصفر ده، دي مسجد سيدنا عمر بن الخطاب. طبعا هنا في مسجد السيده زينب، وكان في هنا برضه مسجد سلمان الفارسي اللي فوق اللي هناك دوت اللي على اعلى الجبل دوت تقريبا، ومجموعه من المساجد هنا. تمام. ديت المنطقه. وهنا طبعا يا جماعه زي ما احنا اتكلمنا وقلنا مجموعه المساجد دي تقريبا 7 مساجد، او ما تسمى هنا باسم مجموعه ال7 مساجد. طبعا المملكة العربية السعودية بالقيادة الراشدة بتاعتها تحت قيادة الملك سلمان وولي عهده ولي العهد محمد بن سلمان. طبعا في انشاءات جميلة هنا، وفي زرع وفي منتزهات وشغل جميل جدا 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 بتقوم به المملكة العربية السعودية في إحياء التراث الإسلامي. بارك الله فيهم وجعلهم عونا للإسلام والمسلمين ورزقهم الصحة والعافية. الزهرة معكم يا جماعة دوت في الكاميرا دوت جبل أحد، جبل أحد اهو. تمام يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. اللي هناك الناس واقفة عليه، ودي جبل الرماة اللي الناس واقفة عليه. ايوه جبل الرماة هناك يا جماعة اللي الناس واقفة عليه، شايفينه؟ هناك اهو. ايوه هو دي جبل الرماة. الرماة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اطلعوا على الجبل وما تنزلوش، سواء غلبنا او انقلبنا ما تنزلوش، وخالفوا امره. فكانت الهزيمة في غزوة أحد بسبب عدم اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي جبل أحد، ودوت درس علم الإسلام وعلم الأمة إن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصلاح وفيه النجاة. هنطلع إن شاء الله بإذن الله نخش نزور شهداء أحد. تابعوا معنا. قدام سيد الشهداء حمزة رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا لكن انا بغضب بس اكل ما تمسكش، ها ده مش للاكل. طيب لا نفسك تروح كده ولا كده يعني؟ كان المفروض لبسطة جاية عشان دماغك بتسنور في الحمام. مش عارف الحمامة مش مدياك الأمان ليه؟ مش عارف. خايفة مني؟ أيوه خايف مني قوي. بقول لك خايف مني؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسناتنا يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. المهم أنت مشتري القمح دوت ولا مقلبه من حد؟ لا مشتريها طبعا. أكيد؟ الكيسين ب5 ريال. مش بتقلب يعني بصراحة؟ لكن أنت اشتريت 2 من واحدة، فواحدة ثانية قلت أنت، أنا كنت قلت لك وأنت ما خدتش مني، قلت لها 6 هات مفيش مشكلة. أخذت منها كيسين كمان ب5 ريال. المهم تكون دفعت فلوس بس. دفعت الله. أيوة. ريالات والله. ربنا يتقبل. جبل الرماة هناك يا جماعة. جبل الرماة هناك هو احنا ان شاء الله باذن الله طالعين عليه. باذن الله هنطلع عليه ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي. طبعا احنا داخلين دلوقتي على مقبرة شهداء احد. تمام يا جماعة، مقبرة شهداء احد. رحمهم الله وغفر لهم.
وهذه المقبرة هيت. تمام. دي المكان اللي اندفن فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكان اللي اندفن فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هندسة في الوسع عنا دكتور. اندفن صحابة رسول الله خلف هذا الحديث. تحب تضيف حاجة يا دكتور؟ بس لو عايز تضيف حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم جميعا بخير ان شاء الله. احنا هنا طبعا في مكان اللي كان فيه غزوه احد، وده كده مقبره شهداء احد اللي مدفون فيها تقريبا 70 صحابي. تمام. على راسهم طبعا سيد الشهداء سيدنا حمزه بن عبد المطلب. هنا كان مسجد احد خلف المقبره اللي كان بيحتمي به ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين. وهنا كده جبل الرماه اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر الرماه ان هم يفضلوا عليه وما ينزلوش، ولكن لما خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم حدث ما حدث يعني. فاحنا طبعا يعني يكفينا فخر وشرف ان احنا بفضل الله، اسال الله ان يتقبل منا صالح الاعمال، ان احنا موجودين في مكان وطئت اقدام النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان. صلى الله عليه وسلم. يكفي ان في هنا اثر من اثار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فاسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وكل عام وانتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا شباب احنا دلوقتي كده طالعين على جبل الرماه. اسال الله سبحانه وتعالى في هذا الموقع المبارك ان يتقبل منا صالح الاعمال. اللهم امين. ده كده جبل الرماه يا شباب، وزي ما انتم شايفين يعني الزوار ما شاء الله، ده الطبيعي للمكان بالكثافه كده يعني. ربنا يتقبل من الجميع ان شاء الله صالح الاعمال. ودوت في منه الدرس والعظه، في منه الدرس الكبير اللي لازم نتعلمه، ان لا نجاه في الدنيا والآخرة إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع هديه. اللي عايز النجاة في الدنيا اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرماة لما عصوا أمر رسول الله ونزلوا من على الجبل بدون إذن وما سمعوش كلامه اللي جاله، كانت الهزيمة. كان الأول النصر حليف المسلمين في غزوة أحد، ولما الرماة خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل عصوا، جاءت الهزيمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تنزلوا من على الجبل حتى وان رايتم تتخطفن الطير، لو لقيتوا الطير من فوق بتتخطفنا ما تنزلوش. فلما شافوا المسلمين انتصروا في بدايه المعركه نزلوا يجروا من على الجبل عشان يلموا الغنائم. فلف سيدنا خالد بن الوليد بالكتيبه اللي معاه والتف حوالين الجبل وطلع، وكانت هزيمه المسلمين حتى ديت. وبرضه ديت فيها الايه؟ فيها لفته يعني نحب نقولها ليكم، ان سيدنا خالد بن الوليد لم يهزم في معركه قط، حتى في المعركه اللي خاضها ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام يا جماعه؟ اسال الله لنا ولكم السلامه وان يهدينا لاحسن الايه؟ الاخلاق. جبل أحد، جبل الرماة، جبل أحد، الزوار، المنطقة اللي حواليها مسجد الملك سلمان. طب إنشاؤه حديثا أكثر من 5 أو 6 سنوات، ميدان سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وهناك كده ليه؟ نعم كده هنا ليه؟ المقبرة اليمنية بتاعت 63 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم. نحن الآن على مشارف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على بعض خطوات من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب متعنا بالنظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تتقارب الخطوات إلى الدخول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دكتور شرقاوي، باب رقم 21، رقم 21. باب الملك فهد.
الحذاء بتاعي اخلعه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. دلوقتي دخلنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما انتم حضراتكم متابعين، انا والدكتور شرقاوي في صحبه الدكتور شرقاوي، وداخلين ان شاء الله باذن الله رايحين على زياره قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد الا بذنب مشكور وسعي مبرور وعمل متقبل مغفور يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. كده يا جماعه ان شاء الله باذن الله كده يعني طالع من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرا لضيق الوقت لم نتمكن من زياره قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم الا يكون هذا المنع بسبب ذنوبنا. يعني الواحد حس ان المنع دي بسبب الذنوب اللي الواحد بيعملها. ربنا يغفر لنا يا رب ويرحمنا ويرزقنا الزياره ان شاء الله في مره ثانيه. ربنا يرزقنا زياره قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المره الثانيه ان شاء الله. طبعا انا بتقدم بخالص الشكر للدكتور محمد الشرقاوي ربنا يحفظك على رحلته الجميله. الله يحفظك. ودانا المناسك وودانا المشاعر وودانا، وربنا يتقبل السعي ان شاء الله. اللهم امين يا رب. ربنا يا رب يجزانا خير يا رب. ربنا يجزانا بالاحسان احسانا يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. والله يعني سعيد جدا جدا ان انا شفتك يا هندسه والله. حبيبي الله يعزك يا ابو عبد الله يحفظك. ويبارك لنا فيك يا دكتور، ربنا يصلح حالك. سعيد ان انا شفتك النهارده والله. الله يحفظك. وسعيد النهارده برضو اكتر اسمها ايه؟ رحنا مصر قباء. ويلكم. مصري كيف الحال يا مدير؟ فروم وين؟ ام الدنيا. انت يو من ام الدنيا. انت من مصر؟ من مصر. لا مستحيل من مصر. واتس يور نيم؟ من الدولة المشهورة بالكرة. بالكرة؟ لا ما انا ماليش في الكورة بصراحة. قلت انا من الدولة المشهورة بالكرة. ايوه اسمها ايه؟ ما تعرفها. لست متابع. لا متابع للكرة، متابع للقمة العيش بس. ايش يا؟ متابع للعمل ولقمة العيش. شغل. انا من الكاميرون. من الكاميرون. مرحبا. اهلا وسهلا بيك. اسم الكريم؟ مرحبا واهلا الكاميرون. الاخ عبد الله بالكاميرون يا شباب، ربنا يحفظه ويتقبل منه ان شاء الله. الله يحفظه. والله الدكتور الشرقاوي النهارده ودانا فين؟ مسجد قباء، مسجد القبلتين، مساجد السبع، مسجد الخندق، شهداء احد، شهداء احد بفضل الله. الحمد لله. واخيرا اختتمنا بختام المسك مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ربنا يرزقنا ان شاء الله باذن الله المره القادمه باذن الله زياره قبر رسول الله. اللهم لان الوقت معانا احنا طالعين الرحله بتاعتنا 4 ايام بالظبط، طالعين من الدمام 4 ايام. رحنا مكه والوقت في المدينه نفسه قصير، يعني مش عارف ليه اساسا يعني قصروا لكم الوقت كده في المدينه. والله احنا يعني الحمد لله ان احنا يعني اللي احنا اخذناه وشفناه النهارده يعني ايه في الرحله ديت، يعني الحمد لله احنا راضيين الحمد لله باللي ربنا كاتبه لنا وقسمه لنا. وان شاء الله لنا زياره ثانيه ان شاء الله باذن الله. ربنا يا رب يرزقنا ايه الحج والعمره هذا العام يا رب. ارزقنا الحج هذا العام يا رب. ارزقنا الحج هذا اللي العام. عايز يجي يزور يا شباب كده يوم 31 فبراير هتبقى الدنيا هاديه ان شاء الله. 31 فبراير باشمهندس محمد هيبدا يخش في الجلاشات بقى. ربنا يا رب يرزقنا يا جماعه واياكم الحج والعمره هذا العام يا رب. دعينا لكل الناس اللي طلبت منا الدعاء. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل دعاءنا لهم ويجعله ان شاء الله مستجابا. كده يا جماعه رحلتي معاكم خلصت. استودعكم الله في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.